اهلا الفيديو تاع اليوم على كيفاش نموديفو هذا الريدو ونخلو فقط لا غوفلات والديسان تاعو. تبعوا هذا الفيديو للاخير. لو كيما راكم تشوفوا انا لهنا طرحت الريدو تاعي في الارض، بديت نعاود به. اول حاجه نبداو بلي فيستون من تحت، يعني كنصيحه الريدو اللي فيه من الفوق لا غوفلات ومن تحت يكون سامبل، يعني تقدروا تقصوا وتقدروا تموديفو فيه عادي. لكن اذا كان فيه دي فيستون ديكور وما تقدروش يعني تخسروه، يعني راح تبداو الحساب من تحت. كما راكم تشوفوا حطيت انا المتر تاعي من الصفر وجيت هابطه. كما راكم تشوفوا عند لي فيستون هبط ب 150، يعني متر و50 سنتيمتر. من بعدها درت علامه وزدت من عند متر و50 من عندك العلامه، زدت هبط ب 37 سنتيمتر. هذا الطول الكافي تاع الثقه تاعي. ومن بعدها درت علامه، زدت خليت 2 سنتيمتر حق الخياطه ولا غفلات بسيط. بعدها جبت لا غفلات تاعي. دوك تشوفوا الفيديو تاع الخياطه بالتفصيل. خيطت لا غفلات تاعي وتحصلت على ريدو متكامل بهاد لي ميزور وبهاد المعايير. تبعوا الخطوات بالتفصيل هكذا باش تخرجوا بنتيجه مرضيه. دوكا نروحوا لآلة الخياطه. شوفوا واش راح نخدموا. عندنا لا غفلات الوجه الامامي والظهر، عندنا الريدو تاعنا اللي فيه الوجه والظهر. الخياطه كيفاش راح تكون؟ نحطوا الظهر تاع القماش على الطاوله تاع الخياطه ويكون الامام يشوف فينا. بعدها نجيبوا لا غفلات الوجه نحطوه مع الوجه تاع الريدو ونخيطوا. بعدها هكذا كي نكملوا نزيدوا نثبتوا، نديروا خياطه اخرى الغفلات والريدو هكذا باش نثبتوا الخياطه ونتحصلوا على النتيجه تاعنا النهائيه في الصوره الاخيره. اللي عجبها الشورت ما تنساش ابوني جيم وكومنتير.